السلام عليكم. في الدرس ده حنتعلم تحريك مشروع منتجات الريلز على الافتر افكت، ويلا نبدأ في الشرح. في البداية محتاجين ندخل المشروع للافتر افكت اللي هو ملف الالستريتور مجهز مسبقا، وتأكد من انه كومبوزيشن لاير سايز، ونضغط مرتين على المشروع ونبدأ في التحريك. من قائمة الافكت اند بريسيت هنكتب بيج ونختار الافكت ونسحبها على الطبقة في شكل قصاصة الورق، ونعمل سولو للطبقة ونقلل زمن المشروع من خلال نضغط على التايم لاين في مكان نهاية المشروع وحرف ال N ومنه على رايت كليك وتريم كومب تو ورك اريا. بعد كده نعمل كي فريم عشان التحريك وندوس حرف اليو. وفي البداية قصاصة الورق حتكون خارج المشروع، بس يتأكد انك ضاغط على الافكت. نقرب الكي فريم وبعدها نحددهم ونضغط على F9، ومن الجراف اديتور هنظبط شكل الحركة انها تكون سريعة بالاخر. والحركة بقت سريعة فحزيد زمن الحركة من خلال الكي فريم. نلغي السولو وحندوس على الطبقة الثانية ونغير لونها للون الريد عشان نميزها. بعد كده نسحب الافكت بيج تيرن، نضغط مرتين على الافكت بيج تيرن ونبدأ نظبط في شكل الافكت. ندي كي فريم ونغير الاعدادات للتوب ليفت كورنر ونظبط شكل الافكت. ندي كي فريم في الاول. بعد كده F9 ونقرب الكي فريم ونظبط الكي فريم الثاني، نعمل بلاي. بعد كده هننسخ الكي فريم للطبقة رقم 22 ونحاول نظبط أماكن الكي فريم، ننزلها لتحت كده ظبطت معاي الحركة. نقرب الكي فريم ونظبطها للخارج ونظبط أماكن الكي فريم وأماكن الطبقات. نخلي الجودة من فل وهنبدأ نحرك من خلال الروتيشن والسكيل. في البداية حتكون مثلا 70 والسكيل 0. نحدد كل الكي فريم ومن السكريبت باونس هنخلي السكيل باونسد عشان تعمل ارتدادية في الحركة. ونقرب الكي فريم. بالنسبة للكتابة هننسخها من ملف الإلستريتور ونبدأ نكتبها تاني داخل الأفتر إفكت. نحذف الكلمة الأساسية ونخدها مكانها. من قائمة إفكت أند بريسيت هنظبط الأنيميشن. من بريسيت هنختار تكست، من تكست أنيميتد إن وفيد أب كاركتر تقريبا بتدي أنيميشن للكتابة. بعد ما ظبطت معايا وقربت الكي فريم هندي سكيل الشيب الخلفي للكتابة، نفصل السكيل نعمل سكيل 0. بعد كده نقص الطبقة بألت ودال ونعمل باونسيت. نقرب الكي فريم. بعد كده هنحرك الماب عن طريق الأوبسيتي. أول حاجة هنديها جلو، إفكت جلو، وهندي كي فريم هنوديه لقدام. بعد كده هنخلي الأوبسيتي 0 واللي بعديها 70 واللي بعديها مثلا 26. نحاول نغير فيه الإعدادات شوية على حسب ما أنا عايز. بعد كده أنسخهم وألصقهم تاني. بعد كده كنترول سي كنترول في
عشان أعمل نسخ نحددهم كلهم و F9. بعد كده نحرك البطاقات عن طريق حرف ال B S والثاني R. ندي كي فريم للثلاثة. بعد كده نوديهم لقدام شوية، وفي البداية هنخليها برا المشروع وهنحرك من خلال الروتيشن والسكيل. بعد كده هنبعد الطبقات وهنقرب الكي فريم وهندي F9 نحددهم ونعمل F9 نوديهم قدام شوية، نظبط أماكنهم. ممكن نرفعهم لفوق شوية تاني. إذا عملت الحركة كيرف ممكن نضغط على حرف ال عشان تجي الحركة مستقيمة. بعد كده نقرب الكي فريمات نلعب فيها حسب ما أنا عايز عشان تدي حركة عشوائية مع حركة منتظمة. أبدأ ألعب في الكي فريم حسب ما أنا عايز. أحدد الكي فريم كنترول سي كنترول بي أكتر من مرة. إذا شفت الحركة سريعة ممكن نباعد بين الكي فريم بالألت نسحب كده هتباعد بين الكي فريم كلها، ونبدأ نعمل ترين باس. كليك يمين كرييت شيب فروم فيكتور، من خيار اد هنختار ترين باس. بعد كده هندي كي فريم في الاند، في البداية هتكون 0. نخفض طبقة عشان نصهر الطبقة الثانية. create shape from vector layer. ننسخ الكي فريم من الترين باس ننسخها في الشيب الثاني. نبدأ نظبط في أماكن الكي فريم، نعمل F9 نظبط الجراف إديتور. بعد كده هنحرك برضو حركة الترين باس هنا من خلال create shape from vector layer. بعد كده ننسخ الكي فريم وكده ظبطت معانا، ونبدأ نحرك باقي حاجات بنفس الطريقة. في البداية create shape from vector layer، نرفع الطبقات لأعلى. بعد كده كنترول في ونرتب الطبقات نباعد بيناتهم عشان تظهر على التوالي. بالنسبة للصورة دي هنخليها من حرف البي معاها opacity وهنحركها. هنخلي الأوبسيتي على 0 ونقص الطبقة Alt وجيم. نبدأ نحدد الكي فريم و F9 من الكيبورد ونظبط الجراف إديتور وكده ظبطت معاي. أبعد بين الكي فريم. بعد كده هنسخ الكتابة كلمة مجموعة وحبدأ أكتبها داخل الأفتر إفكت. من قائمة إفكت أند بريسيت هنختار نفس التأثير. من قائمة بريسيت تكست أنيميتد إن وفيد أب كاركتر، ونقرب من الكي فريمات نظبط مكان الكتابة، نحذف القديمة ونظبط مكان الجديدة. نبدأ ننسخ الكلمة الأخيرة ونكتبها داخل الأفتر إفكت، نظبط مكانها، نعمل نفس التأثير، نقرب من الكي فريمات، نحذف الكلمة القديمة ونظبط مكانها الجديدة. نرفع الطبقة اللي فوق من خلال Alt ودال نقص الطبقة. ظبط معانا شكل الكتابة. بعد كده هنبدأ نحرك السعر عن طريق حرف الاس. قبليها بشوية هتكون 0 ونقص الطبقات Alt ودال. بعد كده نسكريبت باونس، نعمل باونس في السكيل. بعد كده نرتب الحركة بتاعتنا. بعد كده فضل لي تحريك المنتجات. هنحدد كل المنتجات بتاعتنا
بعد كده هندوس على كنترول شيفت سي نعمل الدرو كومب، ندوس على اوكي. نبدأ نحرك المنتجات داخل الكومب عن طريق حرف البي، ندي كلهم كي فريم، وفي البداية حتكون خارج المشروع. بعد كده حددهم كلهم Alt ودال، ونبدأ F9 نحددهم كلهم F9، ونبدأ نظبط في الجراف إديتور. بعد كده نرتب ظهور الصور أو ظهور المنتجات على حسب ما أنا عايز. بعد كده نحددهم كلهم ويظهروا في البداية، ونظبط مكان ظهوره. بعد كده نعمل ماسك عن طريق البين تول، هنبدأ نحدد الزوايا بتاعت الصورة الرمادية اللي هيظهر منها المنتجات. وبكده خلصت المشروع بتاعي. إذا حابين أشرح حاجة معينة اكتبوها لي في التعليقات، وما تنسوا الاشتراك أو المتابعة عشان يصلكم كل جديد.